القرص بالعجوة في شكلها الجديد الرمضاني هلالات. طعمها كان تحفة ومقرمشة، والعجوة طرية مش ناشفة. السوا بتاعها مظبوط جدا زي ما انتوا شايفين. عملت شوية سادة وعملت شوية هلالات وعملت شوية الشكل العادي بتاعنا التقليدي. حبة قرص كده يعني بيبقى مع الكحك بقى والبيتي فور والحاجات دي. انا ابتديت بالقرص اللي هي بالعجوة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا بولة فيها 1.5 كيلو دقيق. انا بستعمل دقيق الكوثر في كل حاجة بصراحة، في الكيكات، في الحلويات، بسكوتات، كل حاجة، في الكحك، كل حاجة. احلى حاجة بالنسبة لي هو دقيق الكوثر. تمام. الكيس بقى دلوقتي ب24 جنيه. حطيت 1.5 كيلو الا 3 معالق ورشة ملح. تمام. وباكت خميرة 11 جرام زي ما انتوا شايفين كده، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقتين كبار سكر. تمام. وقلبت ده كله خلاص. ومعايا هنا 5 معالق كبار سمسم. انا بحب ازود السمسم علشان انتوا عارفين ان هو فيه نسبة الكالسيوم عالية، فبحب ادخله كده في حاجات كتير يعني. تمام. ادي كده 5 معالق سمسم كبار متحمص طبعا. تمام. بولة تانية حطيت فيها كوباية او مج شاي، المج العادي كوباية منه زيت. تمام. بس زيت طبعا يكون كويس جدا. وكوباية سمنة بلدي او اي سمنة عندك. انا حطيت هنا سمنة بلدي. خلاص. حطيتهم في بولة لوحدهم علشان اعرف اخليهم يندمجوا كده مع بعض. لو انتوا شايفين في حتة بني دي اللي هي بتبقى مرتة. تمام. انا حطيت دلوقتي السمنه والزيت مع الدقيق والحاجات التانية، وبقيت انزل بميه دافيه، انزل كده شويه بشويه. خلاص. ملهاش مقدار بصراحه، لاني كل دقيق وليه الميه بتاعته. خلاص. بقيت احط كده شويه بشويه. وطبعا انتوا عارفين ان انا بحط شويه دقيق بسيبهم على جنب علشان تظبط معايا العجينه، في حاله ان هي تبقى السوائل بتاعتها كترت مني شويه. خلاص. انا بنزل دلوقتي كده شويه ميه بشويه ميه، وبعد كده هشيل بقى المعلقه وادخل انا اتعامل انا بايدي. تمام. انا هفضل اعجن كده وانزل شويه ميه لو هو محتاج. لو السوائل كترت مني شويه بحط معلقه دقيق يعني، برضو حتى الدقيق بحطه شويه بشويه. خلاص. لحد ما العجينه تلم معايا والبوله تبقى نظيفه وايدي كمان تبقى نظيفه، يبقى كده العجينه تمام. انا هنا هرش اهو شويه دقيق. خلاص. مش هكتر ومش بحط كل اللي اتبقى مني، لا انا بحط شويه بشويه اكني بزود ميه. خلاص. هفضل اعجن لحد ما زي ما انتم شايفين كده البوله نظيفه اهو، والعجينه طريه معايا وملمومه وزي الفل. عندي هنا نص كيلو عجوه. هحط عليها معلقه سمنه، ومعلقتين سمسم محمص برضو، ومعلقه صغيره من القرفه. بتدي يعني طعم حلو قوي مع العجوه، بحبهم بصراحه مع بعض. تمام. في ناس بتحط موارد او مزهر، مفيش مشكله. خلاص. وهدخلهم دقيقه واحده الميكروويف علشان تطرى شويه واعرف اعجنهم مع بعض. خلاص. دي القرفه معلقه صغيره. تمام. ورجعنا تاني بقى بعد ما الخميره ارتاحت، العجينه ارتاحت نص ساعه. هاخد من العجينه التلتين وهسيب التلت. تمام. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه بالتلتين. هفردها دلوقتي بالنشابه لحد ما اخليها على قد المفرش السيليكون اللي عندي، علشان هو ده بالنسبه لي المقياس. خلاص. وكيس تلاجة حطيت عليه نقطه زيت كده، وحطيت عليه البتاعه دي اسمها العجوه، وحطيت بعديه كيس تلاجة فوقيه برضو، وعملته بالنشابه لحد ما فردته كده، وبعد كده سويته علشان اخليه مربع عشان اعرف احطه على العجينه، واعرف بعد كده اعمل الاشكال بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده تساوى. هاخده كده بالمفرش بالكيس السيليكون بالكيس بتاعه، وهحطه على العجينه زي ما انتوا شايفين. تمام. طبعا هو كتير جدا كده العجينه، احنا دلوقتي هنعرف برضو نسويها مع بعض. خلاص. علشان ناخد بس على قد العجوه بتاعتنا بس. تمام. وكل العجين اللي بقى ده هنعمل بيه بعد كده اللي هو القرص بتاعتنا او القراقيش بتاعتنا اللي هي الساده، او بالعجوه تاني مفيش مشكله خالص. هبتدي دلوقتي اسويه. انا مرضتش اسرع المقطع او احذفه علشان تعرفوا انا قصدي هشيل دلوقتي كل الزيادات اللي هي ما فيهاش عجوه زي ما انتوا شايفين كده. خلاص. وابتديت احط تاني المفرش السيليكون علشان اعمل بالنشابه وادخل العجين في العجوه كويس، علشان ما يفصلوش عن بعض وهما في السوا.
تمام. هو كده تمام قوي. وعندي المقطع ده تمام، او القطاعة دي بعمل بيها ايه يعني ايه علامات كده علشان اعرف هيبقى يطلع معايا كام دايرة. خلاص. وهعملها زي صفوف علشان ما يبقاش فيه اي حاجة متهدرة مني. هعملها زي صفوف. تمام. هقطعها كده وهاخد كل صف اعمله لوحده. انا عندي القطاعة دي باخد بس نص دايرة منها علشان اعرف اعمل شكل الهلال زي ما انتوا شايفين كده. خلاص. هعمل كده طبعا في الاربع صفوف. تمام. واخد بقى ايه اول صف كده واخده بالقطاعة زي ما انتوا شايفين علشان يطلع شكل الهلال اللي انتوا شايفينه ده. بصوا الجمال. وهحاول ان انا وانا بحطه وارصه في الصينية احاول ان انا اقفله علشان ما يبقاش ايه الهلال بتاعي مفتوح. خلاص. اسويه بس كده بايدي لحد ما يطلع شكل الهلال مظبوط. خلاص. هعمل كده في كل الصفوف اللي عندي. وبعد كده زي ما انتوا شايفين هيطلع كده. حبة لبن بقى بالفرشة وهحط بقى على كل 2 3 كده اللبن ده. عندك بيض حطي، عندك بيض وعندك لبن ونسكافيه مفيش مشكلة. كل 2 3 احطهم، احط عليهم السمسم علشان دي سوائل ممكن تشربها العجينة. خلاص. على فرن سخن درجة حرارة 180. تمام. عشان العجوة ما تنشفش معاكي خليه 180 وعلى الصاجة من تحت. خلاص. وبعد كده افتحي له الشواية وزي ما انتوا شايفين. الف هنا وشفا، واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة. السلام عليكم.